قصتنا لهذه الليلة هم مغامرات أرنبو بطوط في صباح مشمس. قرر أرنوب وبطوط الخروج في رحلة استكشافية إلى الغابة القريبة من قريتهم. كان أرنوب سريعاً جداً في القفز بين الأشجار، أما بطوطف كان يحب السباحة في البركة الغابة القريبة من قريتهم. كان أرنوب سريعاً جداً في القفز بين الأشجار، أما بطوطف كان يحب السباحة في البركة الصغيرة المنتشرة في المكان. بعد وقت قصير سمع صوتاً غريباً خلف الأدغال، فاقترب بحذر. وجدوا عصفوراً صغيراً عالقاً بين الأغصان. ركض أرنوب بسرعة وساعد بطوط في إبعاد الأغصان، واستطاع أن تحرير العصفور الصغير الذي غرد بسعادة. قال العصفور: شكراً لكم، أنتم أصدقاء رائعون. ثم طار بعيداً ليعود إلى عشه. ابتسم أرنوب وبطوط، وأدرك أن مساعدة الآخرين تجعل المغامرات أكثر.